نبدأ باستعراض أبرز الحالات والمواقف التحكيمية اللي سجلناها. أول الحالات لاحظنا انفراد لاعب الوصل وكرة مشتركة بينه وبين الحارس، نتأكد هل هناك خطأ ولا لا. لاحظ الدخول اللي كان من قبل الحارس، لاحظ استخلص الكرة، أي احتكاك ما بعد ذلك احتراك طبيعي، ما كان في أي مخالفة، قراءة سليمة كانت من قبل حكم المباراة أن أعطى الاستمرارية وما احتسب أي خطأ. جميل. الحالة الثانية هذه الحالة الثانية اللي كان في شك أو في مطالبة أن ركلة جزاء. احنا خلينا نتكلم جزئيتين. أول جزئين نتكلم مكان الخطأ وين، وبعدين نتكلم الجزء الثاني عن القرار الإداري. طبعا هنا الحكم احتسب خطأ خارج المنطقة، ركلة حرة مباشرة وشر البطاقة الصفراء للاعب الأهلي رقم 15. يا ريت شيء بس لاحظ هني كان المسك خطوة بعد، لاحظ هني ترك اللاعب، طبعا اللاعب ما بعد ذلك سقط داخل منطقة الجزاء. واضحة جدا أن المخالفة كانت خارج المنطقة. لاحظ هني بالضبط هني المسك وبعدين ترك اللاعب سقوطه كان داخل الملعب. المبدأ في احتساب الخطأ وين مكان الخطأ وليس مكان سقوط اللاعب. خلينا نتكلم عن، لاحظ هني الخط كان واضح، لاحظ تركه، وبالتالي قرار صحيح باحتساب الخطأ خارج المنطقة. لو هاي كانت داخل المنطقة أخوي طارق، أن ركلة جزاء كان يجب إشهار مثل ما شفنا اللي هي البطاقة الصفراء من ضمن التعديلات الأخيرة للقانون، لكن خارج المنطقة ما صار أي تعديلات. وقف لي بس هني، خلينا نتكلم، لا رجع لي خطوة أبي مكان لما ارتكب اللاعب الخطأ. لاحظ شوية خطوة بعد، بس هني مكان الخطأ. خلينا نتكلم عن معايير الفرصة المحققة، هل هي متواجدة الأربع معايير؟ أول شيء المسافة من مكان ارتكاب المخالفة للمرمى، مسافة جدا مناسبة، لاحظ يعني يا دوبك مال 10 إلى 15 متر. من الصعب جدا المدافع اللي كان موجود بالخلف تقريبا على يمينه بمترين انه يلحقه. نعم. الاتجاه كان مباشرة للملعب. تمركز المدافعين مثل ما قلنا، والمعيار الرابع اللي هو السيطرة أو في الطريق للسيطرة، كان مسيطر الكرة. مبادئ أو معايير الفرصة المحققة كلها متوفرة، من الاتجاه للمسافة لتمركز المدافعين للسيطرة، وبالتالي كان يجب إشهار البطاقة الحمراء للاعب اللي هو رقم 15 لاعب الأهلي المصري. نعم. لكن تقدير الحكم ما كان جيد، كان قرار من خلال هذا جيد، لكن الاداري ما كان جيد. بالضبط. ومؤثر على مجريات المباراه. على فكره على سير المباراه. احنا هنا ترى ياسين نوقف الصوره في الملعب، ترى ما تشوفها بهالبطء ولا بالآلية هاي. اللعبة تكون سريعة للحكم، لكن إذا كان متمركز بشكل أفضل وماخذ زاوية رؤية معينة. بس لكن مجرد أنه حسبها فاول، يعني الأمور الثانية أنت عارف أنه في انفراد. أنت دائما في تسلسل لاتخاذ القرار. أنت هني اللي يفترض أن أول شيء تركيزك داخل ولا برا، والنقطة الثانية تحط في بالك أن إذا صار الخطأ خارج البطاقة الحمراء، لكن تركيزك كان هو بشكل كبير على وين مكان الخطأ. يمكن ما أعطى أي أهمية للقرار الإداري، حتى إشهار البطاقة الصفراء لو شفناها يعني كانت متأخرة. أنا كان يفترض أن يشهر البطاقة الحمراء للاعب الأهلي رقم 15. نشوف الحالة الأخرى. عندنا ايضا هني سقوط لاعب الاهلي ويمكن الشك في ركله جزاء. خلينا نشوف من خلال العداد. عندنا عدد جدا واضح، التمركز كان جدا مثالي من قبل الحكم، ومثل ما نشاهد مطالبه جماعيه من لاعبي الاهلي بركله جزاء. دخول اول شيء لاحظ هني كان في اهمال واضح من المدافع، ما وصل للكره، لكن بفخذ الايسر لو شفت جهه اليسرى نزل وعاق. لاحظ اللاعب اللي هو المدافع، لاحظ هني الاحتكاك اللي صار، وبالتالي كان يفترض احتساب ركله جزاء لصالح الاهلي. لكن ما اعرف انا، بالرغم ان التمركز جدا كان مثالي على فكره. نعم. لكن تقديره كان غير صحيح حكم المباراه، لم يحتسب. لاحظ هاي اعاده جدا واضحه. لاحظ الجهه اليسرى من جسم المدافع على تقريبا الركبه اليمنى من مهاجم الاهلي، كان يفترض احتساب ركله جزاء لصالح الاهلي. زين.